يعني في المستقبل يجب أن نبدأ عملنا اليوم لسنة 2026 ولسنة 2030، وأن نأخذ بعين الاعتبار عندما قالت الرئيسة أو المنسقة الوطنية بأن حكومة 2030 ولا حكومة 2030 حكومة كأس العالم، فهمها المجتمع خطأ. هي على أننا خصنا نبنيو مجتمع يكون في مستوى تحديات 2030 على جميع المستويات. فالمؤسسة الملكية من حيث المشاريع الكبرى تسير بسرعة. من تنجو المشاريع اللي هي في يد الفاعلين السياسيين تسير ببطء. إذا هنا هذا لا توازن وهذا الاختلاف كان علينا أن نناقشه اليوم. كيف يكون حزب الأزهر والمعاصرة السباق في المبادرات وفي إعطاء في ظل، لأن صراحة مخجل جدا عندما نتكلم عن الحزب السياسي، مخجل جدا عندما نرى خرجات الأحزاب السياسية المشكلة لحكومة التحالف ولا خرجات المعارضة. هذه راه ماشي غير كفار المجتمع، ماشي كفار المجتمع، هذه راه المجتمع يعطي الحزب الظهر هكذا. ملي يكون الحزب هنا بدا يعطي الظهر. مازال ما لقيناش الخطاب السياسي اللي هو في التسيير، والخطاب السياسي للمعارضه والمعارضه البناءه. ولينا هل بهذا وبهذه الخرجات سنبني الدولة الاجتماعية التي وضع سكتها صاحب الجلالة انطلاقا من 2003 سابقا في المبادرة